السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي وأصدقائي، أهلا وسهلا بكم ودرس جديد على برنامج الفوتوشوب. اليوم راح أقدم لكم درس بسيط، هو قطع ودمج الصور بكل بساطة. أول شي راح نسويه، راح نفتح برنامج الفوتوشوب. بعد ما فتح لنا البرنامج راح نجي على كلمة فايل اوبن. أول شي نختار الصورة اللي نريد نقطعها، مثلا هذه الصورة. قبل لا تشتغل اول شي لازم تسويه هو انه تقرب الصورة شقد ما تقدر. عندك طريقتين للتقريب، الاولى هي منها طريقة يدوية، يعني هي بكل الاحوال. وعندك طريقة ثانية، تضغط زر الالت وبالماوس دائرة الماوس للخلف او للامام. فيش طريقة، انا استخدم هاي الطريقة اسهل طبعا. بعد ما تقرب الصورة تجي تختار نقطة بداية، مثلا انا راح اختار هذه النقطة. هنا طريقة القاص عندنا 3 اختيارات. الاختيار الاول هي الطريقة الحبلية، اللي مثل ما تشوف طريقة عادية، يعني بس يراد لها تركيز. الطريقة الثانية هي هذه طريقة المستقيم، والطريقة الثالثة هي طريقة المغناطيس. طريقة المغناطيس طبعا نسبة نجاحها 60%، إلا إذا كانت الصورة واضحة وأطرافها واضحة تقدر تشتغل بهذه طريقة المغناطيس، تكون أسهل يعني. بس أنا راح أستخدم هذه الطريقة، طريقة المستقيم. أول شي مثل ما قلنا راح نختار نقطة بداية. طبعا لما توصل الخط البداية راح تطلع لك دائرة صغيرة، تأكد انه هذه الدائرة موجودة. بعدين راح يتصل عندك بهاي الطريقة. هسه نرجع الصورة، نرجع الزوم مثل ما كان. بعدين نجي على كلمة فايل نيو،
ننطي اوكي، نجي على الصورة نفسها نحدد تحديد مالتنا، بعدين نسحبها ونضغط عنها. طبعا اعتيادي انت اكيد راح تتحكم بالحجم. مثل ما تشوفون القص صار عندنا طريقة جميلة وواضحة وما بيها اي مشاكل. عندنا طريقة ثانية، مثلا نجيب صورة، مثلا هذه الصورة، صورة عندي صورة جروب، هذه مثلا هذه الصورة. هذه الصورة اريد، طبعا اني قصيت هاي الصورة نفس الطريقة وخليتها هنا. مثلا هسه راح اجيب هذه الصورة واخليها على صورة الجروب. هذا شوفكم هواي اكو طرق تقدر بيها تدمج تدمج الصور. هذا الحجم انت تبدي تتحكم به حسب الصورة اللي راح تشتغلها. ماشي. بالنسبة للاتجاهات، اذا تريد تقلب الصورة هاي طبعا طريقة سهلة كلش، ما يحتاج لها اي شيء. تتحكم بالاتجاهات. طيب اني شو اسوي دائما؟ اكو بعض الاختيارات، تجي على مثلا تنطي ابلاي، تجي على هذه الصورة كليك يمين، بلاندنج اوبشن. اول طريقة هي هذه، بس اني ما استخدمها دائما لان تخفي الصورة كلها. اني دائما استخدم المساحة. هذه المساحة لازم تكون شفافة والحجم مالتها كبير. ليش؟ بس انا راح اشوفك ليش. اخفي حتى تبدي لما تمسح تخفي شغلات بسيطة، يبقى الوجه مثل ما هو. تلاحظون خليها قريبة على الوجه، يبدي يمسح بس الاطراف. هاي هالطريقة. مثل ما تشوفون الصورة صارت اطرافها واضحة وما احتاجت الى اي تنظيف او اي اضافات، غير انه القص يكون صحيح ومضبوط، ودمجها بالصور الباقية طبعا هو سهل. ان شاء الله الدرس اللي يجي راح اعلمكم على كيفية الكتابة وطرق الكتابة. اتمنى يكون هذا الدرس استفادتم عنده وعجبكم. كان معكم اخوكم كنت ولا زلت. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.